فجأة واحنا قاعدين في امان الله قال لك الحق يا ولا في ايه يا عم؟ قال لك انقلاب في تركيا والجيش سيطر على الحكم وعزل اردوغان واعلن الاحكام العرفيه. كميه الاحباط اللي جات لناس كتير وصلت لحد الهبوط الحاد وفكرتنا بايام جميله كلنا عارفينها عنها، وبدانا نتابع وسائل الاعلام عشان نشوف ايه اللي بيحصل. وفي عز ما كان كوكب الارض كله باقماره الصناعيه واجهزه بثه كان بيفتري ويقول ان ده انقلاب، كان الاعلام المصري ليه راي تاني. ما يجري في تركيا ليس انقلابا عسكريا على الإطلاق، هي ثورة من داخل القوات المسلحة التركية. ايوه ثوره، ما احنا خبره في المواضيع دي، وكلمه انقلاب بتوجع فما يصحش يعني. حتى الجرايد اللي اتطبعت ساعتها وكانت نبرتها فرحانه وكان ناقص لها ايموشن بيضحك جنب الخبر، كلها كانت من كوكب تاني، كانت من نوعيه الجيش يطيح باردوغان، الجيش يحكم تركيا، وبرضه ما حدش جاب سيره انقلاب. مش قلنا الكلمه بتوجع؟ وبعد ما الامور استقرت لاردوغان والانقلاب بخ سحبوا الطبعات ونزلوا طبعات جديده، وكانت الاوامر اننا ننسى موضوع تركيا ده خالص وننقل على موضوع فرنسا ونخلي الناس تنبسط. قنوات اخباريه تانية في وسط الطحن وتكسير المعنويات قالت لك اردوغان عاوز يهرب على المانيا، وبعد ما باظت الطبخه بسرعه اتسحب الخبر ولا كأن شيئا كان. الخارجيه الامريكيه نفسها في عز المعمعه وصفت اللي بيحصل بانه ثوره، وطلعت بيان يا اخوانا قطعوا بعض بس بشويش ونحن نترقب، والكلام البروتوكولي اللي احنا عارفينه. وبعد ما بدات الرؤيه تبان، لا نحن نرفض محاوله الانقلاب الغاشمه. العجيب ان بعد ما استقر الامر والعالم كله بدا يدين اللي حصل لاردوغان، كل الدنيا وافقت على قرار الادانه ما عدا مصر. طول عمرنا بنعشق التميز والاثاره والثورات. المهم نيجي بقى للناس اللي بتقول ان اردوغان راهن على وعي الشعب وان الشعب هو اللي استرد السلطه. لا حضرتك مش صحيح، دي اعداد الناس في تركيا اللي نزلت الشارع وقتها رافضه للانقلاب، اما دول فدي اعداد الناس اللي نزلت في مصر برضه رافضين للانقلاب ولكن ما كانش معاهم قوه. الاعداد البشريه الهائله دي اضعف من مدرعه تخترق صفوفهم او هليكوبتر تمطر عليهم رصاص من فوق. اللي استرد السلطه حضرتك ورجع اردوغان هم شرفاء الجيش والشرطه والحرس الجمهوري والقوات الخاصه والمخابرات. قوه قدام قوه، ما التفتتش حتى للظهير الشعبي اللي موجود. الناس في مصر ما قصرتش، والاعداد اللي شفناها لسه موجوده، وضيف عليهم اضعافهم كمان بعد وضوح الوجه الحقيقي للانقلاب. بس هي المعادله كده، منتخب ومعاك جمهور وقوه اهلا وسهلا، منتخب بس على العقرب، منتخب ومعاك جمهور بس يبقى انت وهم، اما لو معاك قوه بس يبقى تعمل ما بدالك. انقلاب وتسميه ثوره، تقتل تحبس تطلع تنزل اتشقلب براحتك يا فندم، والدنيا كلها هتضرب لك تعظيم سلام. والسلام عليكم.